مصدر حكومي للقبض. مجلس الوزراء وافق مبدئيا على زيادة رواتب المتقاعدين إلى 1000 دينار. كشف مصدر حكومي بدوره لصحيفة القبس أن مجلس الوزراء وافق بدوره مبدئيا على زيادة رواتب المتقاعدين إلى 1000 دينار لمن تقل رواتبهم أيضا عن ذلك. وأوضح المصدر أيضا للقبس لصحيفة القبس بذاتها أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم ناقش تقريرا مشروعا حول رواتب المتقاعدين، وأبدأ بدوره أيضا إعجابه وذكراه بهذا المشروع، وتم الإعلان أيضا عن زيادة رواتب المتقاعدين أيضا حتى 1000 دينار كويتي، وهذا فقط لمن لم تصل ولا تصل رواتبهم إلى 1000 دينار كويتي وليس غيرهم، فغيرهم الذين يصلون إلى 1000 أو أعلى لن تزيد رواتبهم.